ديكيش بلا عجينه بلا تكسر راس وبزاف بنان، ما تسحقوش بزاف مكونات فيهم وتم يوجدوا معاكم. تبعوا معايا الوصفه وبسم الله نبداو. في مقله حطوا شويه زيت وزبده وحطوا معاها بصله اللي تكون مقطعه مكعبات حتى تكرمل، حطوا معاها الفلفل اللي يكون مقطع بنفس الشكل، ملح وفلفل كحل، وغطوا عليهم خلوهم حتى يدبالوا ويطيبوا. زدت معاهم انا لي فيلي دو طون هذا تاع سيدي احمد، راهو داير حاله وبزاف بنين، وصدقوني تندموا لو كان ما تجربوش. سيوه ورجعوا لي بالخبر. شوفوا القطعه تاع لي فيلي كيفاش دايره. زدت معاهم زيتون اسود مقطع، وهكذا الحشو راهو واجد. اروح نوجدوا لاباغي اللي فيها 2 حبات تاع البيض، 4 ملعقه صغيره تاع الملح، كاس ونص تاع الحليب، خلطوهم مليح مع بعضهم وضيفوا لهم لي زيبيس اللي هو الثوم بودره والقزبر. زيدوا معاهم 2 كيسان غربه تاع الفرينه وملعقه صغيره خميره كيميائيه، خلطوا مليح حتى يروحوا كامل هذاك ليكويمون ويولي خليط متجانس. ضيفوا معاها المعدنوس مقطع الا كنتو تحبوه. بالنسبه لليمون تقدروا ديروا في واحد كيما ديالي ولا في تاع لي طارت، ادهنوهم بالزبده ورشوا عليهم بالفرينه. حطوا الحشو اللي كنا وجدناه كيف كيف، زيدوا فرomاج بورسيون خليط لاباغي من الفوق وشيدر غابي، دخلوه يطيب على 180 درجه. وهذه هي النتيجه. ان شاء الله تكون عجبتكم وتجربوها، وما تنساوش تبارطاجيوها